اللي مر بأزمة ألم في الظهر عارف قد إيه الموضوع صعب. حتى في المشي تحس إن أي حركة أو حتى نفس عميق هيرجع لك كل الوجع تاني. في الفيديو ده هوريك الترتيب الصح عشان تخفف ألم الظهر وألم الورك بطريقة آمنة، وكل ده باستخدام كرسي بس. أنا ألكسندر موتا، وبعلم تمارين متخصصة من العلاج الطبيعي بطريقة سهلة عشان أقدر أساعد أكبر عدد ممكن من الناس. بعد كده هنفك أربطة الورك وقاعدة العمود الفقري. حط رجل على رجل. لو مش قادر تحط رجل على رجل، سيب رجلك واقفة هنا تحت وسيب ركبتك تقع لبره، ماشي؟ بس لو قدرت ده الأفضل. حط رجل على رجل وسيب ركبتك تقع على قد ما تقدر تسترخي. حط كف إيدك على ركبتك. خد بالك إنك مش هتدفع، مش هتضغط، بس حط إيدك والقوة بتتنقل. ارفع ركبتك لفوق للسقف. ارفع ركبتك وإيدك بتقاوم. استنى 5 ثواني واسترخي. الاسترخاء ده مهم جدا. هتلاحظ إن كل مرة بتسترخي بعد القوة كأن ركبتك بتنزل شوية أكتر، وكأن قاعدة العمود الفقري هنا بتتفتح، ماشي؟ هتكرر الدورة دي 5 ثواني من القوة، وأقصى استرخائي 5 مرات بكل رجل. وبعد كده لاحظ إيه اللي اتغير في عمودك الفقري.